دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم ظواهر مدهشة. برنامج تمثيلي أسبوعي يبحث في تفسير الظواهر الغريبة في الكون. الإعداد والحوار الدكتور طالب عمران. ظواهر مدهشة. المخرجان المنفذان فراس عباس وأمير دياب. ظواهر مدهشة للمخرج مازن لطفي. حلقة اليوم بعنوان العودة لدائرة الضياع. ويحكي له رضوان كيف عثر عليه طن غربي وتبناه، وكان فاقدا للذاكرة، ونتيجة إتقانه العربية والإنجليزية يعمل مترجما لدى القوات الغازية وهي تحقق مع الأسرى. كان حامد يستمع له مذهولا من الحكايات الغريبة التي يرويها. واستمرت إقامتك طويلا معهم؟ نعم، وانتقلت بعدها إلى بلاد فيها آثار تاريخية عريقة. وشعرت وأنا أشارك في الحوار مع هؤلاء الناس أن انتمائي الغربي كان كذبة كبيرة. بدأت أعون بالناس وذاكرتي تسترد عافيتها بالتدريج. ودار حوار ساخن بيني وبين الطبيب ديفيد وزوجته ليلى، والدي ووالدتي بالتبني. كيف تقول مثل هذا الكلام يا سامي؟ لا أدري يا أمي، أشعر أن ما أراه هنا من تدمير للتراث وحرق للمخطوطات واستهتار بشخصية الإنسان لا أستطيع أن أتقبله. يا بني، كل الحروب قذرة فيها عدوان واعتداء على الإنسان، وقادتها لهم حساباتهم ومخططاتهم، ولا أحد منهم يهتم بالأخلاق ونزعة الخير. أشعر أنني أعاني من صداع مزمن لم تنفعني فيه المسكنات والحقن. ربما كان هذا مقدمة لاستعادة ذاكرتك. أمي، ألست خائفة من ذلك؟ بالتأكيد، ولكن السنوات التي مضت تجعلني أحسبها لصالحي ولصالح ديفيد. اسمع يا بني، سأجري تخطيطا لدماغك، وإذا احتاج الأمر أن نستخدم أدوية منشطة للذاكرة سأستخدمها. أنت تتحدث الإنجليزية بلهجتنا حتى بنفس ألفاظها، ويقولون إنك تتحدث العربية جيدا. وباللهجة نفسها قد أكون منهم أو قد أكون منكم. نعم نعم نعم، ومهما كانت النتيجة سأبذل قصارى جهدي لأعيد لك ذاكرتك.
سيريحنا هذا أنا وليلى. السنوات ال5 التي مضت ستبعدك عن الارتباط بدوائر الماضي، إلا في حالات استثنائية، وستكشف معنى كلامي فيما بعد. بصراحة أنا آسف يا أمي، لا أريد أن أزيد من متاعبك. سأحاول أن أتناسى الأمر. لا يا بني، إن كان الأوان قد جاء لاسترداد ذاكرتك فيجب أن تستردها، وسنساعدك في ذلك. نحن أحببناك واكتشفنا معدنك النادر وعواطفك وصدقك وإنسانيتك، وسنكون فخورين إن تابعت حياتك بيننا، وسنكون خلفك بكل محبتنا إن اخترت مغادرتنا. كنت أتجول في تلك المدينة الغارقة في أحزانها، وجنود الاحتلال ينتشرون في شوارعها وأزقتها، وأنا أرتدي لباسي العادي، وكنت أضع شارة صغيرة على كتفي ليميزني الجنود عن غيري، وهي شارة قد لا ينتبه لها الإنسان العادي. حين سمعت أنينا يصدر عن مكان تتراكم فيه الأوساخ، اقتربت لأتبين فتاة تحاول إبعاد بقايا الفضلات عنها وهي تتألم باكية، وكانت نصف ليتني أموت. يا إلهي، ما الذي أصابك؟ تعالي سأسعفك. إنها نعمة ابنة إبراهيم معلم المدرسة. تعالي يا ابنتي. هي الفتاة في وضع سيء، تحتاج لإسعاف. إنها شبه عارية. سألقي عباءتي عليها. هاي، لهجتك تدل على أنك غريب. هل أنت غريب؟ هل أنت غريب حقا؟ نعم. ربما كان من المتسللين إلى هنا، ربما كان خطرا. لا يبدو عليه ذلك. القادمون. إنها دورية من دوريات جنود الاحتلال. هيا لنهرب، هيا. نعم، قد يقبضون علينا لأننا نشكل تجمعا. يجب أن تسعفوا الفتاة. هاي، ربما أسعفها الجيش. ماذا هناك؟ لماذا أنت واقف هنا؟ الفتاة بحاجة لإسعاف، إنها تتأوه. ابتعدوا عني. لا تتركني لهم. لا تتركني. حسنا، سأرافقك المستشفى، لا تقلق. أنت منهم؟ أنت تتحدث بلغتهم. إنهم لا أرجوك أنت تتكلم. تنهني بين أيديهم. اتركها. ماذا أنت مصطحابها للمستشفى؟ الأوساخ يا جون. توجد جريحة هنا. ستمشطها طائراتنا بعد قليل. حاضر يا سيدي. هل نترك الفتاة هنا أم ننقلها؟ تصيرها. عجلوا بإخلاء المنطقة. لدينا قواتنا المنطقة بقذائف الطيران. لا تموت. هيا عجل، ليس وقت. حرك السيارة لنبتعد عن هذا المكان. ونحن نستطيع أن نساعدك. سأحسن، يمكنك. حمل رضوان الفتاة الريحة التي غاب عن واتجه بها بسرعة صوب المكان الذي فيه ديفيد استوى أكثر دورية. الفتاة وهي شبة عن الوعي
يضع الإشارة المعلقة على كتفه يتركونه يمر وهم يستغربون على الفتاة. وقد أتت الطرقة بصواريخ طرقا فتحته ليلى استغرابها لرؤية الفتاة. إنها تموت تحت إسعاف أنها فقدت الكثير. مدينا يا سيد، احضروا لوازم. حاضر. مسكينة تبدو كمن تلقت كثير، وهو المتخثر يغطي عدة في تنظيف الجروح ساعة. ربما احتاجت لها النقل. إن بالهمبنة يكون من الأفضل، فهي قد أصيبت. الجنود ينتشرون. أتعلم أن الجنود. نعم، أنا قد أكون مخطئا. إذا قدر الله أن تحيا فسروا لها. لا بد من نقلها مستشفى، كل ذلك ظاهر على جسدها. لا ضبط يا أبي. تحركت الفتاة قليلا ثم فتحت عينيها ولا بوجهها السمح الذي تنطق بالشفقة بلباسه الطبي، حتى أخذ همس لسامي أن يتحدث معها بالعربية. اهدئي يا عزيزتي، أنت مصابة، يجب أن تصبري على الألم. اسمعي، سننقلك إلى المستشفى. وما فائدة حياتي؟ ليتني أموت. اسمعيني جيدا، اسمعي، أجيبي على أسئلتي. كيف حدث لك ما حدث؟ هل كانوا لصوصا؟ أنا أحمل بعض الأرز لبيت جدي، أصاب مطبخهم صاروخ فجر أسطوانة الغاز، وأتت النار على كل شيء. كانوا يختبئون في الخنادق المجاورة، أتوا ورأوا الدمار الذي أصاب منزلهم ومؤونتهم. كانوا 5، جدي وجدتي الأرملة وابنتها. أخذت الأرز ومشيت طويلا؟ لا تفصل بيتنا عن بيت جدي سوى عدة مئات من الأمتار. طيب، وماذا حدث؟ ما حدث كان فظيعا. كنت أحمل وعاء الأرز المطبوخ وفوقه بعض اللحم المحفوظ حين اعترض طريقي جنديان. ماذا تفعلين أيتها الجميلة؟ ربما لا تتكلم الإنجليزية. فتاة في مثل نضجها وفي هذا الحي المرفه، لا بد وأن تتكلم الإنجليزية. إذن يجب أن نستفزها لتحادثنا. هي جميلة جميلة، وأنا منذ 3 أشهر لم أعرف امرأة. وأنا كذلك. لا أحد حولنا يمكننا خطفها. أنا معك.
هاي تعالي إلى هنا. قفي. أين بطاقة هويتك؟ ليس معي بطاقة. أنا ذاهبة لبيت جدي أحمل طعاما لهم. إذا ضعي الوعاء هنا، ربما تحملين في داخله متفجرات. الطعام ساخن، كيف تكون المتفجرات داخله؟ تعالي. لماذا فعلتم بالطعام هكذا؟ حرام. وماذا حدث؟ لا أدري ما حدث لي بعد ذلك، فقد حملوني إلى داخل غربة واستدعوا زملائهم، مزقوا ملابسي وضربوني، وشعرت أنني أموت وهم يعتدون علي. ماذا؟ يا إلهي. ثم ألقوني بين كومة النفايات. يا لهم من قساة. هزت القصة رضوان، وترجم ما حكت الفتاة لديفيد وليلى، ثم نقلوها إلى المستشفى تحت رعاية الدكتور ديفيد. وكانت قوات الاحتلال قد جعلته مستشفى لقواتها، ورغم كل المحاولات أصيبت تلك الفتاة بحمى ولفظت أنفاسها بعد ذلك وهي ترى الجنود يروحون ويجيئون أمام غرفتها، كأن ذلك زاد من سوء حالتها النفسية رغم العطف الذي كانت تلاقيه من رضوان والطبيب وزوجته. كانت تلك الحادثة بداية تفجر المشاعر داخل ذاكرة رضوان، الذي شعر أنه لا ينتمي لهؤلاء الناس رغم أنهم أنقذوه من الموت وعاش بينهم طيلة كل تلك السنوات. وصحى يوما وقد استرد ذاكرته وهو يحاول إقناع ديفيد وليلى بتركه يخوض تجربة العودة إلى أهله، رغم أنهما كانا مقتنعين أن الظروف لن تكون في صالحه. كانت عاطفته تجاه أهله وأصدقائه وأحبائه قد صورت له أن عودته ستكون مفاجأة مفرحة للجميع، وقد اشتاق ليرى خطيبته بعد كل تلك السنوات. سنساعدك يا بني بكل استطاعتنا، وإذا رغبت سنرافقك إلى أهلك ونحكي لهم قصة العثور عليك.
ولكن مفاجآت كثيرة ستحصل لك. ليس سهلا أن يعود الإنسان بعد أن فقده الجميع. ربما اعتبرك أهلك ميتا. لا أعتقد يا أمي. من المستحيل أن يعتقدوا ذلك ولم يعثروا على جثتي. إنهم بانتظار عني أو ربما بانتظار عودتي إليهم. كم يحزنني إصرارك على مناداتي بأمي وأنت تتركني، وربما بلا عودة. ليلى لا يمكن أن أنساكما. ستظلان في ذاكرتي، أبا وأما عثرت عليهما في رحم الغيب، وقدما لي كل شيء لأحيا حياة. عشت أياما من التأمل باللعبة التي دفعني القدر لأعيشها. على كل حال، حمدا لله على سلامتك يا أخي. حامد، لم تحكي لي عن أخبار أهل الجديدة. لا شيء يستحق الذكر سوى أننا فجعنا برحيلك، وبكى الجميع عليك، ثم عادوا يمارسون حياتهم. هذا هو الإنسان يا أخي، الزمن يجعله ينسى. وكيف هي صحة والدي؟ إنه يعيش في وسط إخوته وهو سعيد بذلك. وضع لك صورة كبيرة في غرفته وهو يذكرك دائما. أما زال يعاني العزلة؟ لا، تغير الوضع بعد أن بنى بيتا جديدا. وهو يعيش جيدا مع عمك وزوجته. حمد، أبي بنى بيتا جديدا؟ قبض مبلغا كبيرا كتعويض من الشركة التي اعتبرتك فقدت حياتك وأنت على رأس عملك. يا إلهي، موتي جلب له المال؟ لا بأس، والدي طيب، ولم أرى مثله من يتعلق بابنه الصغير. حمد، أبي كان يعتبرني طفلا طوال حياتي. صحيح، وهو يدللني كثيرا. ما رأيك لو أدرت رقم الهاتف وتكلمت معه؟ ماذا تقول؟ ما زلت أحفظ الرقم، إلا إذا تغير مع البيت الجديد. ماذا جرى لك؟ لا شيء، ولكن الأمور تحتاج لتأن يا أخي. قد تكون المفاجأة قاتلة لمن هم في سن والدك. نعم، معك حق. يجب أن ندرس ذلك جيدا. تفضلا، العشاء جاهز. لا بأس يا رضوان، هيا، الأولاد ينتظرونك على المائدة. قد منعتهم من المجيء إلى هنا ليقيني أنك تختلي بحامد وتتحدثان حديثا خاصا يجب أن لا يقطعه الأولاد. حسنا فعلت. هيا يا حامد، هيا إلى الطعام. هيا. وقرر رضوان أن يسافر إلى أهله مع حامد ويدخل معه إليهم وهو ملثم الوجه، إلى أن يشعر أنهم تقبلوا فكرة عودته فيزيح لثامه. كان الطريق كما شعره حامد طويلا متعبا، وهو قلق على المفاجأة التي يمكن أن يحدثها ظهور رضوان بالنسبة لوالده أو لإخوته أو لأخواته. وقفا أمام الباب، ورضوان يسترجع ذكرياته الطويلة مع الحي والأصدقاء وجلسات السمر. ضغط حامد على جرس الباب، وأعاد الضغط عدة مرات قبل أن يفتح أخيراً.
نعم، ماذا تريد؟ كيف حالك؟ أريد أن أرى والدي. إنه نائم، ومن الصعب أن يستقبل أحداً الآن. في مثل هذه الساعة؟ لم تصل 12 بعد. هو حر، ينام متى يشاء. وأين قارح؟ ذهب إلى السوق ليحضر بعض الأغراض. يمكنك انتظاره أمام البناء تحت. ولكني جئت لرؤية والدي، أيقظيه من فضلك. لن أوقظه، هو متعب كما قلت لك. سأدخل وأوقظه، معي ضيف يريد أن يراه. أتقتحم علي بيتي؟ هو بيت والدي وليس بيتك. إنه مسجل باسمي، وإذا أردت أن تتوقح فلن أسمح لك بدخوله في حياتك. أبعد رجلك عن الباب، سأغلقه. لقد أيقظت والدك بصراخك. لا بأس. أبي أين أنت؟ حامد، ماذا تفعل هنا؟ جئت للسلام عليك ورؤيتك. ولماذا؟ لن تستفيد مني شيئا. أنا لا أريد شيئا منك يا أبي، أريد أن أراك وأطمئن عليك. لدي ضيف يريد أن يراك. ضيف يريد أن يراني بشكل سري؟ لا، إنه يعرفك ويريد أن يراك ويطمئن عليك. أي هذا الملثم إلى جانبك، لماذا يضع كوفيته هكذا؟ لابد وأنه شخص لا يرغب أن يتعرف إليه أحد، يبدو مجرما. أنا لا أرافق المجرمين، لا داعي لمثل هذا الكلام. كيف حالكم؟ أنا آسف، أضع الكوفية مضطرا. لماذا؟ تخاف من الشرطة؟ كأني أعرف هذا الصوت. أمعقول أن أظل وهذا الشاب أمام الباب طوال هذا الوقت يا أبي؟ تفضل، ادخل. ها؟ أنت هنا؟ قالت زوجتك إنك في السوق تشتري الأغراض. لم تنتبه لي، كنت على الشرفة أشرب القهوة وأدخن. ها؟ ماذا تريد؟ جئت لأرى والدي. وأحضرت ضيفا له؟ ضيفا ملثما. كيف حالك يا قارح؟ يخيل لي أنني سمعت هذا الصوت. من أنت؟ هل تعرفني؟ نعم، سأنزع الكوفية عن وجهي. رضوان؟ مستحيل، أنت تشبه ابن رضوان المتوفى. بل أنا هو يا أبي، أنا رضوان. سوء تصرف جعلكم تدفنون واحدا غيري. ماذا تقول؟ تعال أضمك إلي يا بني. عد إلى مكانك ولا تلقي بالا إليه. رضوان مات، رأيت وجهه بنفسي. أنت رأيت وجهي في القبر؟ كان وجه من دفنتموه مشوها. أيها الوغد، جئت تزعجنا ثانية. أترى يا عمي؟ استغل الشبه الكبير بين هذا الشاب ورضوان وجاء يلعب لعبته القذرة. ماذا تقولين؟ إنه رضوان بلحمه ودمه. أبي يعرفني جيدا. أبي، أتذكر يا أبي تلك الشامة في ظهري؟ إنها في موقع محدد تحت خاصرة اليمنى. انظر إليها، أتراها؟ نعم، أنت رضوان ابني. إنهما يمثلان عليك، يستغلان عاطفتك. ولماذا أفعل ذلك؟ تريد أن تنسف بيتنا من جذوره. أنا؟ أمعقول أن أفعل ذلك؟ رغم كل ما فعلتموه لي فلست أملك هذا الحقد الذي تتصورينه. وكيف؟ وأنت تريد أن تفجر بيتنا بجلبك شبيها لشخص مات وشبع موتا وأنت تعرف ذلك؟ أنا هو ولست شبيها له. أين سعيد؟ أريد أن أراه. سعيد أخي؟ سيحضر بعد دقائق وسيطردكما خارجا. لا، سيتأكد. تفرس جيدا بهذا الشاب الذي يضع كوفية. إنه يا سعيد صديق عمرك. ماذا؟ رضوان مات. بل أنت تشبهه. بل أنا رضوان بذاته. رضوان مات وشبع موتا. نعم، دفنته بيدي. هل رأيت وجهه؟ نعم، رأيت وجهه.
يا إلهي، معقول؟ لماذا تكذب يا سعيد؟ أنا أكذب؟ وقاحة. على كل حال أنت مع حامد، يعني هذا يفسر كل شيء. سعيد، انتبه يا بني، إنه رضوان بذاته، لابد وأن في الأمر التباسا. قارح، أدخل هذا الشيخ إلى الداخل. ادخل يا أبي، سنحل المشكلة ونستدعيك. لم يجد حامد بداً من الخروج من الدار مع رضوان بعدما رأى هذه العدوانية التي استقبلوا بها رضوان. جلس في أحد المقاهي القريبة من البيت، وقد أصر أن يغطي رضوان وجهه حتى لا يعرفه أحد، وجلسا يتباحثان فيما يجب عمله. يا رضوان، من الصعب أن نخترق هذا الحاجز حتى بوجود والدي. ولكن أبي لقد عرفني، لكن ليست بيده قوة ليقاومهم. وسعيد، لم أتوقع في حياتي أن يتنكر لك بهذا الشكل. ربما كانت لديهم حساباتهم. حامد، ماذا تقصد؟ قبضوا مبالغ التأمين نتيجة شهادة سعيد أنك مت، وأن جثتك، وفي ظهورك أمامهم من جديد ستبدأ العدالة بمعاقبة سعيد ثم بملاحقتهم لاسترجاع مبالغ التأمين، تلك المبالغ التي يرفلون بنعمتها. معقول؟ إنه التفسير المنطقي يا رضوان. ووالدي كما يبدو كتب كل شيء باسم زوجة قارح، وبالتالي ستكون الخسارة كبيرة. أما عن عواطفه فهي ليست مهمة أبدا. وبالفعل كانت النقاشات في بيت والد حامد تدور حول ذلك، ورغم أن الجميع تأكدوا أن الشاب الذي ظهر أمامهم كان رضوان نفسه، ولكن حساباتهم رفضت قبوله، بل وأقنعوا الأب العاجز أن ما رآه ليس سوى لعبة مبرمجة مدروسة من قبل حامد لهدم البنيان الذي أقاموه. هتف حامد يستفسر عن خطيبة رضوان القديمة وأنجبت وجهه، ويشتمونه بطريقة قبيحة. عاد إلى رضوان ويمما شطر المدينة التي يقيم فيها، وحين وصل وجد بلاغا من الشرطة بحضوره إلى المخفر القريب. كانت سهى خائفة مرعوبة، ولكن مركز حامد وشهرته جعلته يؤكد عليها أن كل شيء سيسير على ما يرام. وحين وصل إلى المخفر أنا آسف يا دكتور حامد، قدم فيك بلاغ يتهمك به أهلك أنك حاولت اقتحام الدار
وإحضار بعض قطاع الطرق للاعتداء على من في البيت، على أخيك وزوجته وبعض أهلها وعلى أبيك أيضا. أعوذ بالله، ماذا تقول يا سيادة الضابط؟ أنا أفعل ذلك؟ نعرف أن البلاغ كاذب، مضطرون لأخذ تعهد منك بعدم الاقتراب من منزل أهلك في تلك المدينة. نعم، وأنا آسف جدا. وكتب حامد التعهد وعاد إلى المنزل عابساً متألماً، فقد أغلقت الأبواب جميعها أمام عودة رضوان. بكت سهى كثيراً كما بكى الأولاد وهم يودعونه، وقد صمم على العودة إلى والده ووالدته بالتبني. دمعت عيناه وهو يضم حامد إلى صدره، حامد الذي كان يبكي كالأطفال، وهو يؤكد على رضوان أن يظل على اتصال به باستمرار. في الأسبوع المقبل نلتقي. إلى اللقاء. كانت حلقة اليوم بعنوان العودة لدائرة الضياع. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من ظواهر مدهشة. المخرجان المنفذان فراس عباس وأمير دياب. ظواهر مدهشة. وتحية من الدكتور طالب عمران والمخرج مازن لطفي.